السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا غدانا النهاردة يا جماعة أكلة الغني والفقير بيعشقها موت، بيحبها، بيروح عند المطاعم وبيجيبها بالشيء الفلاني. أنا هعمله لكم بميزانية بسيطة على قد الإيد، فهمتوني يا جماعة؟ أكلة خفيفة وحلوة. طبعا حطينا شوية الزيت اهم، كوباية شعرية هنحمرها، وهتغسل كوباية وربع رز، وهي تتحمر الشعرية، وبعد كده هتحط عليها حباية الرز بإذن الله. ولما يشكلوا شوية في الحلة هسيبهم على جنب لحد ما استنوا بقى. خطوات خطوات تابعوا معايا بقى عاملين ايه يا حبايبي؟ طريقة الكشري المصري الأصيل، الطبق الأصيل المصري اللي محدش بيستغنى عنه، غني وفقير بياكلوا. عايزه اقول لكم قبل ده كله كنت منقعه بتاع ساعه العدس العدس يا جماعة، الاسمر واسمه ده، ورحت قمت غليته واسمه ده نص سلقه. السلق نص سلقة وعملناه. المهم انتوا عاملين ايه؟ انا اتأخرت عليكم شوية عشان تعبانة كنت، الحمد لله. حطيت 3 معالق ورحت كبار. رحت للدكتور الباطني عشان الجرثومة، كنت محللة، قال لي تحليل حللي، حللت ورحت كشفت والحمد لله، وطمني شوية وبس مشاني على علاج تاني شهر ونص، قال لي تعالي، قلت له ماشي. بعد كده انا كنت تعبانة بس عمالة اقاوح اقاوح بالرجل وارمى ركبتي. المهم احنا حطينا اهو شوية زيت والمكرونة، الانواع المكرونة دي كلها اللي انا عملتها دي يا جماعة باجيبها بالكيلو، لا مؤاخذة يا جماعة، ولا يكلف نفس اللي وسعها. بالكيس بتتاكل، فلت بتتاكل، هي كلها معجنات. بس هي شركات بقى. طبعا في ناس بتجيبها سايبة، وفي ناس بتجيبها يا عيني اكياس، كل واحد بقى ومقدرته. يعني انت لو جبتي كيلو من كل الحمد حاجه لله. كيلو، ممكن تاخدي من كل حبه كوبايه كوبايه كوبايه، وانت اللي عامله حله قد كده، حله كشري، وهتبقى طعمها زي العسل. معاكي عيال هتلميهم حوالين منك على الطبلية، على صينية. طبعا الطبلية الدافية زي ايام زمان كده، رجعي اللي يكون معاها عيال، رجعي ايام زمان، ايام امك وابوكي. لو عايشين ربنا يدوهم الصحة، لو ميتين اترحموا عليهم وانتوا بتعملوا الاكلة دي. الصراحه احنا كان عندنا طبليه خضراء لونها المهم بلاستيك. يعني يا جماعة، والنفر يسيبوا من الحاجات اللي طالعة جديد دي، فهمتوني؟ يعني السفرة والكلام ده، الواحدة لو معاها سفرة ماشي، تحط صينية سيليستين وتلم عيالها حوالين منها، هي وأسرتها بقى، يعني الأسرة كاملة كده. لو جوزها في الشغل طبعا تلم عيالها بدري وتأكلهم دي يعني أنا مش. دي أنا عاملة نص ونص كوباية. وتشكيلة مكرونة طبعا احنا أصلا بنجيب بالكيلو، عشان كده بإذن الله حطيناها في البيت، لما بنعوز نعمل بنسحب على طول منها، الحمد لله، والحمد لله على كل شيء. معلش أنا وقعت مني وحداية عشان بوريكم كترها قد ايه. اتحمحصت شوية كده دلوقتي، دي اتحمحت على ما شوية راحت جابت معلش. المكرونة، عشان احنا شايلين المطبخ فضيناه لما الراجل قال انا عايز الشقة عشان ابيعها. ادعولي بقى بتيسير الحال وصلاح الحال بإذن الله، حتى لو قطن وصانة. بيقول لك في مثل فدان، بتاع ده بيقول لك فدان شرك، يعني قراط ملك ولا فدان شرك. الحمد لله. يعني لما يكون واحد يعني لو حتة صغيرة كده وقاعد فيها ملكه، بتبقى احسن من كل شويه بيتنقل من هنا لهنا لهنا. والحمد لله ربنا يكرمنا جميعا، ودلوقتي بتقلب في المكرونه، وربنا ييسر لنا الحال صلوا على النبي. وادعوا لاهل غزه يا رب بتيسير الحال وصلاح الحال، ربنا ويصلح لهم ينصرهم يا رب. حالهم يا رب، ووطنهم يبقى في امان وسلام باذن الله، ويدومها عليهم يا رب باذن الله، السلام بتاعهم يعود تاني. يا رب. ها، وتيسير الحال وصلاح الحال، ويهدلهم الحال يا رب بإذن الله. بتقولي حطوا لايك،
والدول العربية كلها يا رب. والدول العربية الإسلامية والعربية كله يبقى في خير بإذن الله، ويعم السلام على البلاد كلها. بنقلب المكرونة كلها في قلب بعضها اهي، وهتسقيها بالأثري، البراد الأثري. والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا كنت تعبانة، كانت رجلي وجعاني ورحت كشفت، ركبتي قايمة عليا، راح قال لي عايزة تتحقني وظهري، قال لي تحقني ب10,000 وتعالي الأسبوع ده عشان أحقنها لك. رحت قلت له لا مش هينفع يا دكتور، يعني الظروف مكسرة. كتب لي على علاج شديد وإبر، قال لي خديها نوع غير النوع اللي أنا كنت باخده. شوية كمونة هي وتحطهم، وهتحط ملح، هتحقق تظبط الحقيقة بتاع الكشري. والحمد لله يا رب العالمين. طبعا يا جماعة ادعوني بتيسير الحال، اقفوا معايا في القناة. انا كل اللي طالباه منكم تشتركوا عشان القناة تكبر على اليوتيوب وعلى التيك توك، عشان اقبض منها، احقن رجلي، يعني اتصرف كده، مبقاش قاعدة ايدي الفلوس بيخلي البني ادم ايده مربطة. يعني بامكانك، معاكي 10 جنيه، في إمكانك تجيبي بيها علاج وتخفي. ولو ما معكيش ال10 جنيه أديك قاعد هتعمل ايه؟ هتجيبها من فين 10 جنيه عشان تجيب العلاج؟ أديك قاعد مستحملة الوجع وقاعدة، والحمد لله رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض وما يجيبش حاجة الحمد لله. يفشل أي حد. بنتي بتقول لكم ايه؟ قلوب 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 كده. والحمد لله بتقلب اهو الكشري. بس الكشري والله العظيم طلع زي العدس. يعني بصوا اقول لكم على حاجه، يعني معهوش مقدره، يعني ما فيش اكل، بدل ما ايه تروحي تجيبي لك كام علبه كشري، لا انت تجيبي الحاجه وتركنيها في البيت. ربع 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 مية. وقت ما ربنا يفرجها عليك ونفسك تعملي كشري ومفيش حاجه في البيت، اسهل منه ما تلاقي شويه مكرونات. انا كنت بديها تصبيرة لامي. شويه مكرونات وتقومي عامله الكشري، وكيس صلصه يكون مخزناه في الفريزر، وتقوم عاملاه، وادي غدوة عشوة والحمد لله. وبيتك مستور والحمد لله. ودايما يا رب بيوتنا كلها تبقى مستورة، وعندنا الخير كله دايما بإذن الله. يا رب يا رب. أهم حاجة إيه؟ راحة البال. راحة البال تسوى كنوز الدنيا عند البني آدم. الحمد لله. حطت هي شوية زيت وشوية توم هتتحمروا، وهتعمل شفشف طماطم اللي أنا مخزناها. طبعا انا سألت على الطماطم انا ورايحة اكشف، الراجل بيقول لي ب500، انا كنت جايباها ب100 و150. و20 زيادة. و20 ده المشال. الحمد لله يا رب الحمد لله. العالمين. الحمد انا لله. خدت المعلقة وقلت ايه اشيلها الحمد لله. ربنا لما اعمل اي حاجة تاني. ربنا يصلح البلاد كلها، والخير كله يعود على البلاد كلها، تيسير الحياة بإذن الله. وادعوا لي ربنا يشفيني يا رب. طبعا أنا بقالي كام يوم ما طلعتش معاكم، إن شاء الله إن شاء الله إذا أذن المولى هنطلع، بس نبقى مع بعضينا باحترامنا بإذن الله وبأدبنا، وهنطلع. انا كنت وأهي عاملة خريطة. بتاعت الصلصة عملت لحوست خريطة. أهي في السيراميك. وادعوا لي يا رب بإذن الله، وقفوا معايا. حطت ملح وشوية كمون وحبيت خل، بس الخل الصراحة ما تصورش. ونخلي ما تصورش. والحمد لله. وادعوني ودعواتكم معايا واسندوني بإذن الله. ربنا يصلح لنا حالنا. دلوقتي حطيت شوية زيت، قطعت البصلة جناحات، وتقوم ايه حطت لها شوية دي بتاع ده نشا. شوية نشا عشان ايه تبقى ناشفة وما تعملش المية بتاعتها، تقفل المثانة المسام. تقفلها. والحمد لله رب العالمين. وهو الحمد لله ربنا ييسر لنا الحال ويصلح لنا حالنا جميعا. يا رب يا رب. واللي معهوش ربنا يرضيه والذرية الصالحة، ويكرم بنتي بالذرية الصالحة. وقفوا معانا كده ودعمونا وقفوا معانا في القناة عشان تكبر بإذن الله. و... انا عارفة ممكن محتوانا زي كل واحد، وبص أقول لكم على بس ربنا حاجة. يرزقنا. احنا ما فيش جديد بنعمله اكتر من الناس اللي بتعمله.
بس هعمل ايه؟ الحمد لله لا يكلف نفسي الا وسعها. انا معيش مقدرة يعني ايه لا اطور. في حاجات كتير الناس بتعملها، يعني بس انا على قد يا جماعة يعني إيه اهو الحمد لله. يوم ما تكبر القناة واقبض هتلاقوني ايه اتنقلت لحاجة تاني. يعني مش هي اسمها القناة انا عاملاها حياة جديدة، هي حياة جديدة والحمد لله. عارف ان النفر طالما يرضى باللي مقسمه ربنا، والله العظيم والله العظيم بيبقى البصلاية يا جماعة أحسن من اللحمة عنده في طعمها بقه ينزل. والحمد لله الحمد لله وربنا يدومها علينا ستر. أهم حاجة راحة البال والستر بتاع ربنا. انا امي بتقولي زمان كنت ايه ما كانش في الصعيد بيبقى فيه اكل والكلام ده، كنت بتعمل ميه ملوخيه واسمها شلولو، كنت والله اكلها. والله العظيم يا جماعة أنا ابني كان يروح يصيد من البحر شوية سمك، كنت أنضفهم وأقليهم وأعمل طبق سلطة. ها ويعني سلطة ايه يعني يا جماعة؟ حتة خيار على حتة فلفلاية رومي على قطيتين وبصلاية وكانت العيل تاكل. اهي دلوقتي هي بقى اشتركوا الكشري. وفعلوا الجرس بقى، معلش عشان القطه ظهرت. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله حطوا لي مع لايك واشتراك وفعلوا الجرس، يلا مع سلام. سلامة الله يا جماعة.